السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة. احلى ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ بطريقة جميلة جدا وتتبيلة حلوة قوي، ما شاء الله هتطلع معاكي جميلة جدا. وعملناها صينية في الفرن، ما شاء الله طلعت طعمها خطير جدا، وطلعت بصي مش قادرة اقولك كان طعمها عامل ازاي وريحتها عاملة ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض الفراخ ازاي. انا كده عندي فرخة زي ما انتوا شايفينها كده، طبعا انا غسلها كويس جدا ونقعاها، يعني ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص، وقطعتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها كده. اهي انا بوريكم شكل الفرخة انا قطعتها ازاي. بعد كده بقى جبت سكينة عندي وهبتدي ان انا اعمل في الفرخة كده فتحات زي ما انتوا شايفينها كده، عشان خاطر ان احنا نتبل الفرخة مع بعض. إيه طبعا انا بعمل الفتحات دي ليه؟ عشان خاطر التتبيلة تدخل جوه الفرخة كده ما شاء الله ويطلع طعمها جميل جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. انا كده عملت فتحات في الفرخة اهو. بعد كده بقى جبت عندي بقى التوابل، طبعا فلفل اسمر على كمون، على بابريكا وحب شوية من الكركم وملح وبهارات، وبهارات فراخ زي ما انتوا شايفينها كده. ده كل اللي انا حطيته على على الفرخة. وطبعا حطيت عليها شوية كده، يعني شوية صغيرين خالص من القرفة المطحونة، طبعا بتديها لون حلو جدا وبتديها طعم جميل. زي ما انتوا شايفين كده انا تبلت الفرخة ودعكتها كده بالتوابل كلها بالطريقة دي. بعد كده بقى جبت عندي بصل زي ما انتوا شايفينه كده مقطعاه شرايح، وجزر مقطعاه شرايح، وطبعا جبت حباية بطاطس واحدة، وجبت عندي 3 حبايات طماطم انا بشراهم بالمبشرة، مش ضربتهم في الخلاط ولا حاجة، بالمبشرة. وبعد كده جبت عندي زي قرنين فلفل قطعتهم برضو ونزلت عليهم كده، نزلت بكل المكونات كده زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده معايا بقى 3 فصوص من التوم المهروس، طبعا هنزل بيهم كده على كل الخضار زي ما انتوا شايفينه كده بالطريقة دي. بصي بقى مش عايزة اقولك يعني الفرخة دي كان طعمها جميل جدا وكانت ريحتها جميلة جدا. بعد كده بقى جبت عندي كيس من المرقة الفورية زي ما انتوا شايفينها كده، نزلت عليها ونزلت بنص معلقة صغيرة من الملح، وطبعا حطيت فلفل اسمر وحطيت كمون، يعني حطيت البهارات بتاعتي والتوابل بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اقلب كل الخضار ده كده مع بعضه زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي. اهو ما شاء الله يعني. طبعا البطاطس هتستوي معانا والخضار ده كله هيستوي معانا. بعد كده بقى جبت عندي زي 3 ورقات من اللورة ونزلت عليهم ب3 فصوص من الحبهان زي ما انتوا شايفينها كده، طبعا بتخلي لها ريحة وبتخلي لها طعم حلو جدا. بعد كده بقى هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا افرد عندي الخضار في الصينية. وبعد كده بقى هحط الفرخة كده على الوش زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. ما شاء الله لون الفرخة حلو جدا معايا. وبعد كده بقى هنزل عليهم بزي 3 معالق كده من الزيت، هرش 3 معالق كده من الزيت على وش الفرخة. وبعد كده بقى هغطيها وادخلها الفرن. ما شاء الله قعدت معايا بالظبط ساعة في الفرن. وبعد كده بقى ما شاء الله بعد ما طلعت معايا من الفرن زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي، طبعا انا يعني اول ما ابتدت الفرخة تغلي كده معايا في الصينية في الفرن، بعد كده بقى هديت عليها النار، وزي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله الخضار طالع مستوي والبطاطس مستوية والفرخة كمان مستوية ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها باللون والجمال ده. ما شاء الله مش قادرة اقولك بقى كانت ريحتها عاملة ازاي، وطالعة طرية جدا وطالعة طعمها حلو قوي. ما شاء الله عملناها بتتبيلة جميلة جدا وما خدتش مننا وقت، يعني تقدري تعمليها طبعا لو انت مستعجلة ولا كده، يعني بصي هتعمليها في ثواني، مش خدت مننا وقت خالص. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي طالعة متحمرة والخضار مستوي معانا ما شاء الله جميلة جدا. هتعمليها بكل سهولة وكل بساطة ومش هتاخد منك وقت خالص. عايزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.